مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو حيجاوب على اكثر سؤال محير الكل، هل نحن توأم حقيقي؟ طبعا هذا الفيديو هو اللي حيجاوبكم اذا نحن توأم حقيقي او لا. عنا تحديات اللي هي تخاطر انه بالمي حنختار نفس الالوان او لا، وعنا هون دفتر رسم حنجاوب عليها الاجوبه اللي حتنسال واللي حتكشفنا اذا نحن توأم حقيقي او لا. طبعا حطينا هذا الحاجز لحتى احمد ونايا ما يغشوا من بعض. الحين بنشوف اذا انتم توأم حقيقي ولا لا، لانه انا اشك في هذا الموضوع. عادي نشبه بعض او لا؟ عن جد كريستي شوي الكم لاحق بعض. التحدي الاول بيقول بما انكم توأم وكثير انتم منسجمين مع بعض، هلا حاختبركم اختبار انه انتم الاثنين تختاروا واحد من الالوان اللي قدامكم. حنشوف قديش نسبة التخاطر تبعكم. فيلا 1 2 3. 1 احمد مسك بايدك 1. ما هذا هو كون قدام. هذا اللي هو قدام؟ إيه. شو هاد؟ برافو. والله كنت اختاره بس يلا معلش. شفتك انا مسكته بالاول. مسكته أنا. طيب نعطيهم فرصة ثانية. المرة الثانية يا جماعة يبلش التخاطر. 3 2 1. احمد انت تمام؟ تمام. يلا نجحتوا معنا بالاختبار الاول. طيب هلا انا بدي صعب لكم الاختبار، انكم ترتبوا الالوان بالتدريج حسب ما انتم من اليمين لليسار. من اليمين لليسار. اوكي تمام. هذا اخر شيء عندكم؟ ايه عظيم. والله لا بس ما تقلب فوقك. عم بخاف تضربني على وشي واحد. والله وحشة. التحدي الثاني طبعا هون معنا الوان نحن، وهلا حاتحداهم انهم يختاروا لون من هي الالوان وكل واحد يكتب اسمه فيه ونشوف نسبة التوافق اذا حيختاروا نفس اللون او لا. تمام. فجو. What the hell؟ What the ها؟ hell؟ انتوا توأم فاشل. وطلع والله وحشة. يا والله انا عم بنصدم. كيف اخترتوا الاحمر انتوا اثنين؟ هلا التحدي حيصعب اكثر واكثر، انه انا حقلكم كلمه وانتوا حتكتبوا اول شيء بيخطر على بالكم على الدفتر، ونشوف كمان نسبة تخاطركم قد ايه حتكون مع بعض من 10. تمام. 1 2 3. أكلة. يا وات ذا هيل؟ لا 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 والله وحشة. يا اسود. والله العظيم ولا بنعرف ولا يا. شايفين والله ولا هي بتعرف الاسئله وات اساسا. ذا هيل؟ 1 2 3 مدينة. برافو. وات ذا هيل؟ دبي. هي انا فعلا احنا الصراحه لك انا رايي كثير انه دبي هيك. يا بس مو طبيعي لك عم تكتبوا بنفس اللون. يا حبيت. طيب آخر وحدة معنا لهذا التحدي بس اللي هو 1 2 3 سيارة. بي ام دبليو. هو بورش هو انت بي ام دبليو. يعني منيح كمان ما اجت يعني لاني كانت صارت هيك. عن جد لازم يكون عندكم فيفورت مختلف. يعني هلا اسئله سريعه عنكم انتوا الاثنين حتجاوبوا عنها، انه مثلا انا بسالك شيء عنه ونفس السؤال لك عنه وانتوا حتجاوبوا. يعني انا جاوب عن نايم يتجاوب عني. السؤال بيقول شو هو اللون المفضل؟ ما بكتب هاد القلم بس خلص بحكيها. لا كتبتها. ورجينا. ازرق. احمد. اسود. انا اسود. غلط. الازرق صح. لا نقطه لنايا. شو اسود خطا؟ ايش لبستك لبسك؟ ايش دخلك بلبستي؟ انا احمر ما بلبس بس انا روح شوف رزانتها كلها لبسها اسود. لا والله. نمرة رجلكم. نمرة رجل نايا، نمرة رجل احمد. عندي رقمين انا. اكتبوا رقمين ممكن نروح نكون
قد ايه نمرة رجلك؟ 42. قد ايه نمرة رجلك انت؟ انا 37. هو جاوب صح. نقطة لأحمد. صرت نقطة. what the hell؟ بس انت قريبة كنت كتير. السؤال الأخير بهي الفقرة السريعة يعني بيقول المكان المفضل. هون باسطنبول يعني؟ يعني مثلا بحر، غابة، شجر، انه شو هو الفيفوريت؟ مرحبا. بعد ما يلا كسبت الخبي، كل واحد يخبي دفتر بما انه انهدم الحد. بحر يا كذاب؟ انت بحر. صح. هو يعني ما انا بحر؟ انت بحر. انا بكره البحر. طب انا بحب الغابة، دائما بقول لكم بحب الاشجار وانا بحب الغابة، الطبيعة. بس انا قلت انه بحب انه كذا يا يعني لا الغابة لا موجودة. صفر. هلا أسئلة عميقة، لما حدا فيكم بيزعل كيف بيفرغ عن زعله أو كيف يعبر عن زعله؟ بيحكي يعني ما احمد ما بحسه ما له ردات فعل، انه مثلا يبكي يعصب هاي لا. لما بيزعل بيحكي انه إنه بيجي متضايق بيحكي من هذا الشيء. بيسر لك. بيحكي هيك ببرود يعني، ما بيحكي بطريقة زعل او شيء. لا احمد خلص بيحكي انا متضايق منك. زلمة ساوي، بالنهاية. زلمة صريح، لا يمين ولا يسار، خلص. طيب أحمد لما نايا بتزعل كيف بتعبر عن زعل أو كيف بتفرغ طاقة الزعل؟ عادي في حوالات بتشرفوا عليكي لا يا لما نايا بتزعل بتبكي بصراحة. لا يعني نايا حساسة. يا عمري أنا حساس. بأي عمر بتفكري إنه أحمد ممكن يتزوج وبأي عمر بتفكر إنه ممكن نايا تتزوج؟ جاوبي. احمد بحس بعد سنة او سنتين او باي عمر. هلا اول نحن عمرنا 22، بحس رح بعد بال 25 26 احمد بيتجوز. نايا انا كمان بحس نفس الشيء بصراحة، يعني بحس انا بيجينا وقت احساس انه انا اول او هي اول، فانه متقاربين كثير من بعض. اوكي، السؤال الاخير بيقول انه احكوا لي عن صفات مشتركه فيكم. بدي صفه سلبيه مشتركه بيناتكم وصفه ايجابيه مشتركه بيناتكم. حكي السلبية انه بحس انا واحمد فينا هيك سلبية لما نعصب مع بعض. لأم الاخوات يعني طبيعي هذا لما بتتضاربوا وشفتوا عادي انهم ايه، كل بتتضاربوا. الاخوات بيتضاربوا إيه. وبوصلوا لمرحلة انه بينزعجوا من بعض كذا، بس الصفة الايجابية هي اللي بتغطي كمان عن هالشيء، انه نحن جونا مثل اجواء رفقة، بنحكي كل شيء مع بعض، بنطلع مع بعض مثل رفقة انا واخوي واختي. فانه اوقات انه ما بنحتاج نكون عنا هيك انه نطلع مع رفقة، انه نحن نكفي يعني مع بعض. طلعاتنا دائما مع بعض ورفقاتنا دائما مشتركين، فما في انه نطلع لحالات، تلاقينا كلنا طالعين مع بعض نفس الرفقه نفس الاجواء، بننبسط مع بعض بنرجع مع بعض. عن جد وانا كمان شفت علاقتكم كثير حلوه مع بعض، وحتى لما بتتضاربوا بتلقوا تخيلوا هن بتضاربوا بعد ما هيك اذا احمد طلع من البيت ورجع برجع ولا كانه في شيء. لا عن جد ولا كانه تضاربوا، فكثير حلو انه ما بيشيلوا ايه قلبهم. طبعا لازم هيك بكل الاخوه بصراحه، مو بس نحن، خصوصا انه نحن متقربين من بعض اكثر لاني توأم. بس حابة هيك احكي قبل ما ننهي الفيديو انه في صبية دائما بتحكي معي على الانستغرام، وهي من اكثر الفان عن جد اللي بيدعمونا كثير ودائما بتتواصل معي. فحابة هيك اتشكر على الفيديو، اذكر اسمها ميراي. شكرا كثير. ميراث كثير كمان. فعن جد تحيه لكل شخص بدعمنا باللايكات بالشير بالتعليقات، فان شاء الله حنصير نعمل كل تعليق مميز باخر الفيديو، حنصير نعمل هالشغله ونحطه بالفيديو اللي اعملوا تصاميم قد ما بتقدروا عند الاخوات وتسووا الحركات واعملوا لهم تاج لانه انستغراماتهم تحت. وبس ثانك يو للدعم. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واستنونا بالفيديو جديد، وسلام.